تفتكر ايه اللي بيحصل لما ملك الغابة يقابل عصابة من الضباع؟ المواجهة دي حصلت بجد وتوثقت بالكاميرات، واللي هتشوفه يخليك تعيد تفكير وتسأل نفسك مرة تانية مين هو ملك الغابة الحقيقي؟ عموما بلاش نطول كتير، هتلاقوا على القناة هنا مواجهات مختلفة ما بين الأسد والنمور، أو ما بين الطائر الكاتب والأفعى، أو حتى ما بين التمساح والأناكوندا. ويلا بينا نبدأ. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. الأسد رمز القوة والهبة والسلطة، زئيره بيهز الأرض وبيوصل لمسافة 8 كيلو، وكل الحيوانات بتعرف إن فيه ملك موجود في السافانا. مجرد ظهوره كفيل يزرع الرعب في عيون الفيلة الصغيرة وحتى البشر كمان. لكن في مواجهات الضباع، الكائن اللي الناس كتير بتستهين بيه وتقول عليه قمامة الغابة، لكن الحقيقة بتكون مختلفة تماما، لأن الضباع مش مجرد حيوانات بتاكل البواقي وبس، لا، دي جيوش منظمة، عندهم خطط واستراتيجيات عسكرية، عندهم نظام اجتماعي معقد. الذكور والإناث بيقسموا الأدوار زي فرق الكوماندوس كده، وصوتهم العالي اللي شبه الضحك الشرير في الحقيقة هو إعلان حرب يخلي أي كائن يحس إن نهايته قربت. المواجهة دي ما بين الأسود والضباع مش مجرد صراع على الأكلة، دي حرب أبدية بتتكرر من آلاف السنين، حرب على الأرض وعلى الهيمنة وعلى البقاء نفسه. في قلب غابات السافانا الأفريقية مفيش مكان للضعفاء. الأسد بيحارب لوحده، لكنه بيمتلك قوة جسمانية خارقة. عضلاته مش بس للعرض، دي سلاح حقيقي. مخالبه أطول من سكاكين البشر، وعضته بتكسر العظم زي ما انت كده بتكسر عود الكبريت. قوة تخلي أي مخلوق يواجهه يندم من أول ثانية. لكن الضباع عارفة إن مواجهة واحد ضد واحد يعني الهزيمة، فبتلعبها بطريقة مختلفة شوية. بتلعبها بعقل وبتنظيم وبعناد. بتهاجم في مجموعات ضخمة ممكن توصل ل 20 أو حتى 30 ضبع ضد أسد واحد. المشهد هنا بيتحول لملحمة غير متكافئة، قوة غاشمة ضد مكر جماعي، شراسة أسطورية ضد عناد منظم. تخيل معايا أسد اصطاد زرافة بعد مطاردة طويلة، والعرق بيغطي جسمه الضخم ده، أنفاسه تقيلة وهو لسه بيريح قبل ما يبدأ ياخد الوليمة بتاعته. وفجأة من بعيد يتسمع الصوت، صوت ضباع وهي بتضحك الضحك الشرير بتاعها، ضحكة مرعبة كأنها أصوات الشياطين، ولا كأنها بتحتفل قبل ما المعركة تبدأ. بيقربوا بسرعة واحد ورا التاني، عيونهم بتلمع في ضوء القمر، محاصرين الأسد من كل الاتجاهات، وكل واحد منهم مستني إشارة ويهاجموا. مش مرة واحدة، لا، هجوم ورا هجوم، مرة ورا مرة، يلف حوالين ملك الغابة علشان يتشتت ويبدأ الأسد يزقر. زئير يهز الأرض، يهاجم، يعض، يضرب بمخالبه، وكل ضربة منه ممكن تطير ضبع في الهواء زي اللعبة. لكن العدد بيكون كبير، الهجوم ما بيقفش، كل ما يبعد واحد يلاقي 2 أو 3 يهاجموا من الناحية التانية. الضباع مش محتاجة تكسب بسرعة، استراتيجيتهم هي الاستنزاف، انهم يرهقوا الاسد ويخلوه يضيع الطاقة اللي باقية ليه، وضربة ورا ضربة لحد ما يلاقي نفسه متحاصر وسط دوامة ما بتنتهيش من الضباع. ساعات المشهد بينتهي بان الاسد يسيب الفريسة ويمشي، ويختار يحافظ على حياته بدل ما يخسرها هي والوليمة بتاعته. والاغرب ان في مواجهات كتير اتوثقت بتثبت ان مش دايما الاسود بتكسب، في اسود بالفعل بتموت وهي بتحاول تدافع عن نفسها او عن الاكل. في قصص عن ضباع مش بس خطفت الفريسة، لا، دول كمان قضوا على الأسد في لحظة ضعف منه، أو لو كان لوحده بعيد عن الزمرة بتاعته. وهنا يكون السؤال المهم، هو مين فعلا الأقوى؟ العضلات الضخمة والزئير اللي بيتسمع من الغابة كلها، ولا الخطط والصبر والتنظيم هم سر الانتصار الحقيقي؟ العلماء بيأكدوا إن حوالي 60% من المواجهات دي بتحصل حوالين الفريسة، و10% بس من صراعاتهم في البرية بتتحول لحروب مفتوحة. وده معناه إن الصراع مش صدفة ومش موقف وبيعدي، ده جزء من طبيعة السافانا نفسها، جزء من نظام اتبنى من آلاف السنين ولسه شغال لحد النهاردة. ودايما النتيجة مش واحدة، مرة يكسب الأسد بقوته ويثبت إن هو الملك فعلا، ومرة تنجح الضباع بالكمائن والخدع وإن هي تاخد الفريسة والنصر الكامل. وفي الآخر المعركة دي مش مجرد أكل وشرب، دي حرب على العرش، حرب على اللقب، مين يستحق يبقى سيد السافانا. القوة الغاشمة ضد المكر الجماعي، الهيبة ضد العناد، ملك الغابة ضد العصابة، وصراعهم الأبدي مش هينتهي. وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة، فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله. وهتلاقوا على القناة هنا حلقات كتير جدا عن الحيوانات ومعلومات انت أول مرة تسمع عنها. واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.